السلام عليكم ومرحبا بكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وفي صحه جيده وانتم تشوفوا في لا فيديو. نتمنى تكملوا لا فيديو للاخير وما ننساش نرحب بالمشتركات اللي دخلوا معنا جدد ونقول لكم مرحبا بكم في قناتكم مطبخ رؤوف. الوصفه تاع اليوم راح تكون كباب على طريقتي. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنسوناش حبيبات قلبي بجام واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ما نطولش عليكم ونروح نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. المقادير: عندي 2 مارس تاع دجاج على حساب افراد العائلة، انا استعملت 2 فخاذ. عندي حفنة كبيرة تاع حمص كنت شمختها ليلة من قبل، وعندي حفنة تاع زيتون خضر كنت غليتها ونحيت لها الملح. عندي معدنوس، حبة بصلة كبيرة كنت ربيتها، والبطاطا استعملت 2 حبات بطاطا كبار قطعتهم دوائر. ليزيبيس استعملت مكعب تاع دجاج، فلفل كحل، كمون، راس الحانوت، تقريبا 4 فصوص ثوم كبار، ملعقة صغيرة تاع ملح، وتوابل خاصة بالدجاج. هنايا ما تكثروش الملح لانه درت مكعب تاع دجاج باش ما تجيناش الماكله بزاف مالحه. نبدا بسم الله، نحط الزيت تسخن لي فوق النار ونزيد عليها مغرف صغيره تاع السمن ونخليها تذوب، راح تعطيني بنه هايله للطبق تاعي. بعد ما حطيت المغرف صغيره تاع السمن راح نجيب المارس تاع الدجاج ونحطهم فوق هذاك الزيت ونخليهم يتقلاو لي مليح مليح. هنا من الاحسن تخليو الدجاج تاعكم يتقلى باش يهزلكم البنه تاع السمن. نخليهم يتقلاو لي مليح مليح ويتحمروا لي كما راكم تشوفوا فيهم. هنايا خليتهم تحمروا، كل ما خلينا الدجاج تاعنا تحمر لنا مليح مليح في هذاك الزيت والسمن كل ما جاتنا الماكله بزاف بنينه. التقليه بزاف مهمه في الماكله باش تجيكم بزاف بنينه. من بعد ما تقلاو لي مليح راح نزيد عليهم، شوفوا هنايا بعد ما كانوا حماروا لي راح دوكا نجيب الحبه تاع البصله اللي كنت ربيتها ونزيد عليها الحمص والزيتون والمعدنوس على ضربة واحدة ونخليهم يكملوا يتقلاو لي مليح مع هذاك الدجاج. ومن الاحسن تكون النار ناقصه باش كما قلت لكم الماكله نتاعكم تتجمر وتجي بزاف بزاف بنينه. هذا الحاجه مهمه في الاطباق نتاعنا باش يجيونا بنين. شوفوا هنايا بعد ما كانوا تقلاو لي كامل مع بعضهم وهزوا لي البنه تاع هذاك الدجاج راح دوكا نجيب لي زيبيس ونزيد نحطهم على الدجاج نتاعي. راح نحط لي زيبيس على ضربه واحده. وهنا الحاجه المهمه ما تخليوش النار بزاف قويه باش ما يتحرقوا لكمش لي زيبيس تاعكم وتروح البنه نتاعهم. نكمل نقلي المكونات كامل مع بعضهم ونقلي مليح مليح هذاك الدجاج في هذوك لي زيبيس باش الدجاج تاعي يجيني بزاف بنين. راح نخليهم يتقلاو لي على راحتهم كما راكم تشوفوا فيهم. هنايا راهم يتقلاو. انا نحب نعطي للماكله حقها في التقليه باش تجيني بزاف بنينه. وبعد ما تقلى الدجاج والمكونات كامل مع بعضهم وهزوا لي البنه تاع لي زيبيس ما بقى لي هنايا غير نمرق بالماء سخون. شوفوا هنايا مانيش راح نمرق بزاف بالماء، راح نمرق قيس ما يتغطى لي هذاك الدجاج. شوفوا هنا من الاحسن ما تمرقوش بزاف بالماء باش الماكله نتاعكم تجي بزاف بنينه. ما تمرقوش بزاف بالماء، مرقوا غير قيس ما يتغطى لكم الدجاج وطيب لكم لاصوص تاعكم. انا هنا مانيش مسحقه بزاف لاصوص، مسحقه غير شويه. راح نزيد شويه ماء باش يتغطى لي هذاك الدجاج ونسكر عليها ونخليها تقريبا واحد ربع ساعه وتكون لاصوص تاعي واجده.
هذه هي حبوباتي لاصوص تاعنا بعد ما كان طابت. هذا واش نحتاج غير تقريبا واحد الكاس صغير تاع صوص، والبطاطا اللي كنت قطعتها معكم كنت قليتها. راح دوكا نبدا نبريباري في الكباب تاعي. راح نكب لاصوص في ريسيبيون. من الاحسن لاصوص تاعكم تكون شويه بارده ما تكونش سخونه. انا هنايا راح عليا الحال على هذيك درتها سخونه. هي من الاحسن تخليوها تبرد لكم شويه. راح نجيب 3 بيضات، وعلى حساب افراد العائله انا راح ندير غير 3 بيضات. نكسر البيضات فوق هذيك لاصوص. وهنا الا كانت لاصوص تاعكم شويه مسوسه تقدروا تزيدوا لها شويه ملح. انا جاتني يعني قد راح نخلط مليح هذاك البيض في هذيك لاصوص حتى يدخلوا مليح في بعضهم، ومن بعد نزيد عليهم البطاطا ونخليهم يتخلطوا لي مليح مع بعضهم. ونكون هنايا سخنت الفور على 180 درجه. صدقوني راهي واحد السخانه ما عندي ما نقول لكم، راهي سخانه بزاف. يعطينا يعني الصحة في هذا الوقت كي رانا يعني نطيبوا ونحطوا لهم. ربي قدرنا ان شاء الله. من بعد ما كنت خلطت المكونات كامل مع بعضهم كما شفتوني، راح نجيب المول اللي ندخله للفور وندهنه بالزبدة ونحط عليه الكباب نتاعي بعد ما كنت زدت له البيض وحطيت عليه البطاطا. صدقوني بهذه الطريقه يجي بزاف بنين، وانا زدت له هذا اللمسه تاع الزيتون تعطي له واحد البنه بزاف هايله. راح دوكا نزيد نحط عليه القطع تاع الدجاج باه يزيدوا يتحمروا لي في الفور. وهنا تقدروا حتى ما تحطوهمش هكذا قطع كاملين، تقدروا حتى تفتوهم وتزيدوهم للخليط تاعكم. راح نزيد عليه رشه تاع معدنوس وندخله للفور ونخليه ينشف لي شويه برك ونخرجوا ونشوفوه مع بعضنا. هذا هو الكباب تاعي، ما بقى لي غير نروح ندخله للفور ينشف لي هذاك البيض ويكون واجد معنا. هذا هو الكباب تاعي بعد ما كنت بريباريتو، ما بقى لي غير نروح ندخله للفور ونخليه ينشف لي. هنايا الكباب تاعي كان نشف لي تقريبا غير شويه. راح نكمل نزيد له الفرماج رابي على البطاطا، مانيش راح نغطيه كامل، راح غير جيست نغطي البطاطا. هذا الفرماج البنات استعملت فرماج شيدار تقريبا 15,000 دارت لي يعني كميه مليحه دارت لي وفضلت لي. تقريبا نقدر ندير بها 2 اطباق. نتمنى ان شاء الله تجربوه. هذا الشيدار من النوعيه الجيده ويعطينا يعني واحد الذوق بزاف بنين للطبق تاعنا ويجي بزاف كراتيني. نتمنى ان شاء الله تجربوه. راح دوكا نزيد ندخل الكباب نتاعي للفور ونخليه يزيد يتحمر لي مليح هذاك الدجاج، والفرماج يزيد يذوب لي ويعطي لي هذيك البنه تاع الفرماج كي يكون ذايب. هنايا راه المول بزاف سخون، شوفوا كيفاش راه. نروح ندخلو ونوليو مع بعضنا نشوفوا الطبق نتاعنا فوق الطاوله. هذا هو الكباب نتاعنا بعد ما كان ذاب لي هذاك الفرماج والدجاج زاد تحمر لي، وزدت رشيته بشويه معدنوس وحطيته هنايا مع الكسره. انا درته مع الكسره. واش نقول لكم يا البنات، واحد السخانه في الكوزينه يعطينا يعني الصحة ويعطيكم الصحة كامل اللي راكم يعني واقفين في الكوزينة في هذا السخانة. شوفوا الكباب تاعنا كيفاش جا ما شاء الله، وهذاك الفورميت جا بزاف كراتينين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الشيدار نوعية الجيدة، جا بزاف هايل. انا تقريبا استعملت غير قيس 15,000 دارت لي الكمية لهذا الطبق، ومازال تقريبا ندير بها 2 اطباق. 15,000 دارت لي خير وبركه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم، والبنات اللي حبوا الوصفه تاع الكسره ان شاء الله بربي ان شاء الله ندير لكم فيديو مفصل عليها. الى هنا حبيبات قلبي ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش حبيباتي بجيم واشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.
ان شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة. سلام.